السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البسيسة او كيكة الذرة الاصفر. معانا كوب الا ربع زيت او سمنة زي ما انت عايزة، 3 بيضات، كوب كبير حليب، كوب وربع سكر، كوب وربع اللي هو دقيق الذرة الاصفر، كوب وربع الدقيق اللي هو العادي، ومعانا 2 باكو فانيليا، ومعانا باكو بيكنج باودر. معانا بولة فاضية، هنزل بالسكر وبعدين هنزل بالبيض زي ما انتوا عايزين تضربوه في الخلاط مفيش مشكلة خالص، بس انا استسهلت وضربته بمضرب البيض. هننزل بالفانيليا عشان البيض طبعا. حط 2 او حط 3 زي ما انت عايز عشان ريحة البيض مش هتضر في حاجة يعني. وبعدين هنزل بمعلقة من الخل عشان الهيشان بتاعة الكيكة بتاعتنا. هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، وبعدين هضرب كل اللي انتوا شايفينه ده الاول بالمضرب. هضربه كويس بالمضرب، هضربه معاكم كده. بعد ما ضربته زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بالزيت وبعدين هحط عليه الحليب. هحط الحليب بتاعي واضربهم كويس. وانا بعمل الحاجات دي كلها انا كنت مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. يعني ولعي الفرن وسيبيه ويسخن علشان تروحي تعملي كل الحاجات دي. هضربها كويس واجيب الدقيق، بس مش نخله الاصفر، يعني ندخلي الدقيق الابيض بس ما تدخليش الاصفر، كده كده بيبقى فيه تكتلات كده، كل ده هيفك. هنزل بظرف البيكنج باودر واقلب كله، الحاجات اللي هي الباودر دي كلها مع بعضها كده. هنزل شويه بشويه على الخليط بتاعي واضربه كويس، يعني ايد بتنزل والايد التانية بتضرب زي ما انتوا شايفين كده. انا هنزل بشوية بشوية وبعدين اضربه كويس. انا عندي صينية دهنها زيت، عايزة تديني سمنة وعايزة تبدلي الزيت اللي موجود في الكيكة او البسيسة او السمنة. عندي صينية دهنتها زيت وبدرتها بالدقيق وركنتها علشان لما اخلص كل حاجة تبقى جاهزة وادخل بسرعة، عشان ايه؟ الفرن اصلا بتاعي بيسخن. وبحط على الرف الشبكة اللي في النص وبسيبها 30 دقيقة. انا بضرب الخليط اهو، هفضل اضرب فيه كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه. انزل بقية الكمية، انا حطيت نص الكمية، انزل ببقية الكمية واكمل ضرب برضو. وهوريك اتقل من الكيكة بحاجة بسيطة. عندي الصينية اللي انا قلتلكوا عليها اللي انا بدرتها، حطيت فيها بتاعي اللي انا عملته. والفرن بتاعي طبعا زي ما انا قلتلكوا من شوية، الفرن بتاعي سخن على درجة زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هاخدها واروح ادخلها الفرن. وبعد 30 دقيقة فتحت الفرن وطلعت بالمنظر الجميل اللي انتوا هتشوفوه ده. تحفة وريحتها كانت قلب البيت. يا رب تكون عجبكم الفيديو بتاعي، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.